في ترند جديد اسمه ألف أرنب. شو المشكلة بالموضوع؟ أنا راح أفرجيك شو المشكلة بالموضوع. إنه في ناس اتأثرت، في ناس صار يحطوا نظريات قصده عن المأساة اللي قاعدة تصير في الشمال الأطلسي الهندي اللي في ثقب الأوزون. هيك صار في ناس، وفي ناس تطلع بتعيط وحالتهم حالة. أنا مش فاهمكم، أنتوا قاعدين تعيطوا على ألف أرنب؟ كيف تعيطوا على ألف أرنب؟ شو الطريقة؟ لهالدرجة أنا عديم إحساس؟ ولا أنتوا حساسين كثير صايرين؟ مش فاهم. شباب قاعد أصور من كاميرا جديدة، احكوا له كيف الجودة، هي أحسن من الفيديو الماضي ولا أسوأ؟ مشان اعرف اي وحده بستخدم. يلا نفوت بالفيديو. قاعد اسوي حالي متحمس مشان تتحمسوا معي. ألف النار يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يدعى باء بطا نطا نطا وقع الضحك. هذا هو الفيديو، هذا هو الألف الأرنب، وهذا هو الشاب اللي يغني ألف الأرنب للولد اللي معه اللي هو ابنه ابن خالته ولد أخته. مش مهم، الشاب قاعد يلحن الأغنية بطريقة جديدة، وفي ناس صار يحط نظريات انه قصده عن الناس اللي قاعده تموت بالشمال الاطلسي الهندي. انتوا عارفين شو قصدي، بس لا هو قاعد يلحنها وبس. وفي ناس اللي حطوا النظريات وصار يبكوا ويسووا عليها ردة فعل انه الموضوع محزن. شوف هذا قاعد يعبر عن الكبت والحزن اللي بداخله. كذابين كذابين، لا مش قصده هيك، مش قصده، هو قصده يلحنها وبس. ألف النار يجري يلعب يأكل جزرا. بعدين شوف نوعية الصياح مع رجة، الصياح اللي مع رجة. انت شوف كيف صياح مع رجة، يعني كثير متأثرة، وصلت لمرحلة انه انا قاعد اصيح جد جد كثير كثير قاعد اصيح، وصلت لهي المرحلة هي. كي لا يتعى باء بطا نطا نطا. شو مال الناس والله جد، شو مال الناس؟ ويا احنا صاير عديم احساس، يا انتو مش طبيعيين، يا انا عديم احساس، يا انتو ناس مش طبيعيين. لانه الاغنية ما فيها اشي، يعني لا بتضحك ولا بتحزن ولا فيها مشاعر من الاساس. الاغنية من الاساس ما فيها مشاعر، لانه مش طبيعي انت يصير وجهك لونه احمر وتصير تضحكي وتصير ترجي مع الصياح. هاي حالة هستيرية هاي حجي. ألف النار يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعى. تفضل عبى المخدة عباها دموع، مزع المخدة مزع، المخدة أكلت من وجهه وهو قاعد يصيح. على شو؟ على ألف أرنب بطة تلعب تنط. أنا بدي حد يفهم يا إخوان، فهموني بالطريقة شو السلافة، أنا بدي أفهم شو السلافة. إذا في حد عنده معلومة نارية فهمنا شو السلافة، وفهمت السلافة احتمال أبكي أنا على الموضوع. شاهد أبو منسي يبكي إنه أنت وصلت للمرحلة هاي برو ليش؟ شوف عينك، شوف بعدين انت زلمه كيف تبكي؟ ألف النار يجري يلعب يأكل جزرا كي. لما اشوف التمثيل انا بفرجيك انهم ممثلين بارعين، حتى مش ممثلين. يعني الدمعه ماشيه من هان هيك ماشيه، نزلت ظلت نازله هان الدمعه. شوف اللمعه، لمعة الدمعة هاي، ها شوف واصلة لهان. دايرف انا شو نوع هالدمعة اللي ظلت ماشي زي هيك وتمشي بعدين تلف زي من هان، تلف تسوي لك لفة من هان تفوت من هان. مو في تحويلة بوجهها، مو مشان البوتوكس، في تحويل مشان كمية اللزق موجودة، فتمشي زي هيك وترد تمشي من هان وتمشي تصل لهان. شو هالدمعة هاي؟ شو هالدمعة؟ مش فاهمها. مش فاهمها شو هالدمعة هاي اللي ماخذة تحويلة هيك. اوه اوكي خلاص صدقناك. ليش بليز ليش بدي احكي كثير، لانه احتمال تغرقينا. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. طلع يتخوذ عليكم، هو ماسك اي اغنيه ويسويها حزينه، ماسك كل الاغاني هيك ماسكهن وقاعد يسويهن حزينه. وانتو ايش؟ يمكن قصده عن الناس اللي تموت بالمحيط الاطلسي الهندي. والعصفور صوصو، يا ربي قالوا عصفور صوصو. برو برا قاعد يضحك عليكم، مسكها ترند عليكم. الفيديو نزلوا هيك وشاف الموضوع نجح. مش قصده اشي من الاغنية، مش قصده، الاغنية هي اغنية بس غناها بطريقة ثانية. وانتو قصده هيك قصده. يا جماعة هو انتوا بجد الناس اللي مش فاهمة ترند ألف أرنب يجرين. يعني شوف من كمية البكاء كانت تقول يجري يلعب، قالت يجري، قالت زي هيك. كانت تقول يجري، قالت كملي نشوف. احنا ما احنا حاسين، احنا ناس عديمين احساس اصلا. أنا مكتئبة بقالي يومين. مكتئبة من يومين؟
مشان شو؟ مشان ألف أرنب. نفسي أعرف أنتوا شو فهمتوا من الأغنية. إذا إنه الشاب طلع بأغنية ثانية طلع يتخوث عليكم مشان يجيب فيوز. خصوصا بقى لما بيقول تأكل جزر كي لا يتعب. يأكل الجزر كي لا يتعب. وين المعضلة؟ عاوزين ايه تاني اكتر من كده عشان تكتئبوا وتعيطوا بجد؟ شو اللي عاوزين أكثر من كده؟ أنتوا شو بدكم أكثر من إنه قال يأكل جزرا كي لا يتعب مشان ما المفروض أنا أكتب بس واحد يقول لي يأكل جزرا كي لا يتعب. إيش؟ كيف يعني؟ كيف انا المفروض ساعتها انا اتاثر بكلمه جزر يلعب يجر. الف ارنب يا اخوان، الف ارنب قاعد اشغلها لولد اختي صغير. ولد اختي عمره سنه الله يحفظه، قاعد اشغل له اياها مشان ما يدوشني بس، وما تاثر ولا اثرت على مخه ولا اثرت عليه حتى، بسمعها وبقرا في الاغنيه. انتوا كيف تاثرتوا؟ انتوا بعد كل السنين هاي تاثرتوا؟ يعني وكمان بقى الجزء اللي هو باقون بطة. جزء باء مبطه كمان، هذا اللي يخلي الواحد ايش يصير يصيح ويتاثر. بجد يعني اكتر من كده ايه يا جماعة؟ هو انتوا بجد الناس يعني من بين كل الشغلات اللي قاعد تصير، لما جاب غزة اللي قاعد يصير بغزة، اللي قاعد يصير، الناس اللي قاعدة تموت بغزة، انتوا قاعدين تبكوا على باء مبطة؟ جد؟ انتوا قاعدين تبكوا يعني كل هاي الشغلات انتوا تركتوها وصرتوا تبكوا على باء مبطة نطة، صح؟ ألف أرنب يعني، خصوصا بس يقول لك ألف أرنب انت صرت تصيح، بس على اللي قاعد يصير بغزة ما صيحت. كنت طالع ترند انت وترقص وتهز زي الترند طالع اللي هسه صرت تصيح عليه. هيك صار وضعهم جماعة تيك توك هيك صار وضعهم. الترند اللي فيه بكاء يروح يبكوا فيه، الترند اللي فيه ضحك يروح يضحكوا فيه، الترند اللي فيه رقص يروحوا يرقصوا فيه. هيك ماشيين جماعة تيك توك. هيك يعني وتيجي تحكوا لنا ليش نكره التيك توك؟ ليش نكره التيك توك؟ على كمية النفاق اللي فيه. تيك توك يعني والله صناع المحتوى بتيك توك سيئين جدا 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 جدا. طلع لي واحد تمام يعني شو قال له؟ خاصة بس قال باء مبطة هذا الاشي يبكي. طب واللي قاعدين يموتوا بغزة ما بيبكوا هذول؟ ما بيحزنوا هذول؟ كل الشغلات اللي قاعد تصير بالعالم وما بيحزنوا؟ طب شيل غزة على جنب، اضطهاد المسلمين بالصين هذا الاشي ما بيحزن هذا الموضوع؟ لا ما بيحزن. شيل موضوع الصين، الناس اللي قاعدين يشتغلوا بكاكاو بافريقيا اللي ما بيتقاضوا اجر اصلا وقاعدين يسوقوا شوكولاتة، هم اصلا بحياتهم ما ذوقوها، يعني عبيد. هذول كمان ما بيحزنوا وما يستاهلوا الواحد يبكي عليهم؟ اكيد لا بس باء مبطة بتخلي الواحد يبكي. يا زلمه قرف يقرا هيك ترندات. اخوان سلام، والله يعني ما انا فاهمهم، انا ما انا فاهمهم. باء مبطة تخلي الواحد يبكي. شو ضل في الحياة؟ شو ضل اكثر من هيك كذب وهبل؟ ظل اكثر من اشي ظل اشي اكثر من هيك يعني. ظل. السلام عليكم.